النادي الأهلي ما كانش هيبقى موجود بسبب 1000 جنيه. هنرجع لسنة 1907 لما جت فكرة تأسيس النادي الأهلي لعمر بيك لطفي، اللي اتولد سنة 1867 في اسكندرية وكان من أصول مغربية. كان هدفه من تأسيس النادي وجود مكان مخصص للطلبة المصريين عشان يلعبوا رياضة. عرض الفكرة وقتها على الزعيم مصطفى كامل وعجبته، واتعمل أول اجتماع يوم 24 إبريل سنة 1907. وكان من ضمن الأعضاء المهندس إسماعيل سري اللي كان ليه الفضل في تصميم المبنى الرئيسي. اتنازل وقتها عمر بيك لطفي عن منصب رئيس النادي للمستشار الإنجليزي ميشيل إنس. كانوا محتاجين يجمعوا 5000 جنيه، ولكن بعد سنة كان معاهم 3165 جنيه، وما كانش قدامهم حل غير إنهم ياخدوا قرض من البنك الأهلي بقيمة 1000 جنيه. ووقتها دفع طلعت حرب 100 جنيه من جيبه. وكان سعد زغلول وزير المعارف وقتها هو أول رئيس شرفي للنادي الأهلي. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.